يعجبك يا على الاصل دوت. تعالى يعجبك. تعالى احنا ملوك الصنعة. تعالى يعجبك عند سيد كبدة. طبعا يعني بقول الدش للفنان عمرو دياب. رحت النهارده عند مطعم سيد الكبده اللي موجود في شبرا الخيمه، بالتحديد عند سور نادي المؤسسه امام حي غرب شبرا. وبالمناسبه عندهم تقريبا 8 فروع في اماكن مختلفه. سيد الكبده علم من اعلام شبرا الخيمه ومعروف لناس كتير، وشغالين من سنه 1975. بس النهارده كان اول مره ليا اجرب الاكل عنده، فتعالوا نشوف كده ونجرب الاكل هنا. على الرغم من اني كنت موجود في حدود الساعه 1 بالليل، لكن ما شاء الله كان المطعم زحمه وعنده ناس كتير جايه مخصوص علشان تتعشى. سيد الكبده مطعم بيعمل الاكل المصري الحرش، والمنيو بتاعه كبير جدا. عندهم قسم للمشويات وقسم للمحمر والجريل والحواوشي والسندوتشات والوجبات والصواني المشكله وكل الاكل الحرش الرايق ده. تعالى يعجبك رئيس جمهورية المشاوي ابو كريم. حبيبي ابو فين. بس النهارده كان معايا دكتور محمود ودكتور علي صحابي، هم اللي اقترحوا عليا اجرب مطعم سيد الكبده، وعلى اسم المطعم فاحنا لازم هنجرب اساسي الكبده، فسبتهم يختاروا الطلبات. وهم كانوا متعودين على طبق الربع المشكل في قسم المحمر، يعني بيكون الكبده والسجق واللحمه والكفته محمرين بالبهاريز بتاعتهم كده مش مشويين. المره الجايه ان شاء الله نجرب المشوي. نزل لنا السلطه والطحينه في الاول، وبعد كده طبق الربع مشكل اللي بيكون فيه كبده وسجق ولحمه وكفته وكلاوي، وكان سعره 80 جنيه. وهنا الرجاله بدات تحضر العيش، وهنبدا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. شكل الاكل والريحه والجو اللي احنا فيه ده يفتح النفس قوي. وهنا علي دخل باول لقمه كده علشان يدخل في الجو على طول ويورينا المفعول. وبعد كده دكتور محمود خد اللقمه على الطحينه وكسر الحدود، وبص في الساعه وقال لسه بدري، يا دوب نلحق نخلص الطبق. وما كانوش فاضيين يصوروني من كتر ما هم كانوا مندمجين في الاكل. فبقول لعلي يا اسطى خد صورني، لقيته بيصور الاكل وسايبني علشان يغيظ صحابه تقريبا. وبعد الزن قال لي هات اصورك يا عم. دخلت انا بقى اول حاجه كده بعصره ليمون على الربع كله علشان ادوق واقول له يا علي الموضوع هنا كبير ولازم له قرن شطه خطير علشان نسخن وننسف الطبق ده. وقعدنا بقى نعمل ميكسات في اللقمه وناكل وندلع نفسنا. وكنت مبسوط ان هم عرفوني على مطعم سيد الكبده الرايق ده، ولازم هاجي تاني كتير اجرب باقي الاصناف والاطباق والسندوتشات اللي في المنيو علشان عجبني طبق ربع المشكل ده، وكانت تجربه حلوه والحمد لله. طالما محدش هيفاضي يصورني هعمل ايه؟ ساعدوني يا يوم. لا لا الكلام مش بص بقى في كل حاجه غش شغال. شطه وليمون ودي دلع احلى زحلقه. بص في الطحين مش هسيبك. وفي النهايه حابب اقول لو ليك صاحب دكتور لازم تثق فيه على طول، خصوصا لو كان صيدلي، وروح معاه اي مطعم يرشحهولك هيروق عليك زي ما اصحابي روقوا عليا هنا في مطعم سيد الكبده. وفي النهايه لقيت الشباب الحلو ده قاعدين مستنيين طلباتهم، وعملنا كلنا لايك واعجاب. والمره الجايه نجرب المشاوي والكباب.